يلا بينا نعمل شوية مايونيز بيتي بالطريقة الأصلية، بالطريقة الاقتصادية. أحلى مايونيز ممكن تاكليه هو المايونيز اللي أنا هعمله معاكي النهاردة، ودي الطريقة الأصلية للمايونيز على فكرة. أنا ماما ودي قناتي مطبخ ماما، أتمنى إن هي تعجبكم. نعمل مع بعض بقى المايونيز، ولو عجبك اعملي له لايك وشير لأصدقائك عشان الكل يستفيد. أول حاجة عندي هنا بولة بحط فيها بيضة طالعة من التلاجة عادي، مش شرط بدرجة حرارة الغرفة ولا حاجة، من التلاجة. وأحط عليها كوباية من الزيت لازم يكون زيت حلو، زيت عباد أو زيت ذرة. وفي تركة مهمة جدا جدا لو ما عملناهاش ممكن المايونيز لا يمكن ينجح معاكي، هقولك عليها دلوقتي. حطيت هنا معلقتين من الخل، أو ممكن معلقة خل ومعلقة ليمون. حطيت نص معلقة صغيرة ملح، وحطيت معلقة كبيرة من السكر، أو ممكن عسل نحلة يبقى تمام. نزلت بالهاند بلندر بتاعي فوق البيضة كده بالظبط، وهبتدي أضرب. أول حاجة أضرب نص دقيقة متواصل، وبعد كده ببتدي أفصل وأعمل ضرب متقطع للمايونيز بتاعي. على فكرة الفيديو بتاعي أنا ما فصلتوش نهائي، يعني الفيديو حوالي 3 دقايق، في مقدمة وفي نهاية وفي عمل المايونيز نفسه. يعني المايونيز ما خدش أكتر من دقيقتين في عمله. أنا لا سرعت الفيديو ولا عملت له مونتاج، يعني هو الفيديو كامل زي ما صورته بالظبط. ابتدي بقى ايه اضرب ضرب متقطع. طب حد يقول لي انا ما عنديش اصلا هاند بلندر، عادي اعمليه في الخلاط. حطي كل مكوناتك دي في الخلاط واضربيه ضرب متقطع في الخلاط. بس في تركه مهمه جدا جدا، ممكن لو ما عملتهاش هتبوظ الدنيا. اللي هي ايه؟ لازم كل ادواتي تكون ناشفه تماما، ما فيهاش نقطه ميه. لو في نقطه ميه في دورق الخلاط وانت بتضربيها مش هيربط معاك، هيفضل كده بيض وزيت وسايل زي ما هو، ولا هيربط معاكي خالص. لو هنا البوله بتاعتي كان فيها نقطه ميه نفس الحكايه. يبقى مهم جدا ان انا شايفه هنا انا ايه بضرب ضرب متقطع، بشيل الهاند بلندر وانزله واطفيه وافتحه لغايه ما ايه شايفه القوام ابتدى يتقل معاكي. وفي الخلاط لو انت بتضربي في الخلاط هتحسي بصوت الخلاط ابتدى يتغير، معناه ان القوام ابتدى ايه يتقل. هنا انا عملت حوالي اكتر من ربع كيلو او 250 جرام من المايونيز بتكلفه ولا حاجه، حاجات كلها من البيت. انت ممكن تعمليه بزيت التموين وتعملي احلى مايونيز في البيت. طعمه فعلا بجد بجد بدون مبالغه، كل اللي داقه ما كانش متخيل ان ده في البيت. حد يقول لي ايه البيض ني؟ هو البيض ني، بس لاحظي ان احنا حطينا فيه خل. هنا مده صلاحيته ايه؟ ما تسيبوش اكتر من مثلا 3 4 ايام، يعني تكوني ايه محتاجه المايونيز في اكله. فانا عملته وايه ويخلص كده في مره مثلا تحت سندوتشات او كول سلو. انا ده هعمل بكل سلو وهنزله لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. شايفه قوامه هو لسه معمول، يعني انت ما بتسيبيه بيتقل كمان شويه. اتمنى يكون عجبكم.